طيب بما انها مباراه ليفربول وريال مدريد فعندنا شويه كلام كتير قوي نقوله قبل الماتش. لو سالت اي ليفربولي هيقول لك انا قلقان ومرعوب عشان الماتش في الانفيلد وممكن اتهان هناك، وخصوصا ان ريال مدريد عامل اداء كويس مع تشابي الونسو ومؤخرا قدر يولف بين اللعيبه ويرجع جوب بلينجهام للفورمه بتاعته. لا ده كمان عرف يجمع بين اردا جولر وبلينجهام في سكواد واحد. فانت بتتعامل مع مدرب قوي ومع ريال مدريد اللي هو بعبع وبابا دوري الابطال، وتاريخيا للاسف هو كعبه عالي عليك شويه. لا وبيدربك ارن سلوت، فدي حاجه اصلا مرعبه لوحدها. ولكن في حاجات لو اتعملت تديني مؤشرات اني ممكن اطلع من الماتش ده بنتيجه كويسه، زي مثلا ارن سلوت هيلعب ازاي؟ هل ارن سلوت هيلعب بضغط من قدام زي برضه ماتش استون فيلا، ولا هيلعب بدفاع متاخر ويستقبل اللعب من ريال مدريد؟ في رايي انت لو ضغطت من قدام والضغط بتاعك ده اتضرب، فينيسيوس ومبابي هياكلوا على دفاعك عيش وحلاوه، واحنا اصلا الفتره دي مش افضل حاجه في الضغط يا باشا. ضغط يعني يورجن كلوب، ارن سلوت ما بيعرفش يضغط كويس. وبالتالي في رايي انت تلعب دفاع متاخر وتضرب بمرتدات، وعندك اللعيبه اللي تساعدك على ده: صلاح، تسوبوسلاي، هوجو ايكيتيكي، بساط ماك اليستر، وحوده جامبو. اي نعم حوده جامبو هيلعب على فالفيردي لو فالفيردي هيلعب باك رايت، ودي معضله لوحدها. فخلونا نامل ان ترند الكسندر ضحك يبدا ناحيه الباك رايت، لان لو ده حصل انا باكد لك ان حوده جامبو هيكون اصلا نجم الماتش. اما لو فالفيردي هو اللي باك رايت فللاسف جاكبو هيعاني شويتين في الماتش ده. المهم انت تلعب يا باشا دفاع متاخر، ما تسمحش لاي لعيب في نص الملعب يسدد، لان بيلينجهام واردا جولر رجليهم مرزبه، وحتى مبابي وفينيسيوس دقه تسديداتهم من بعيد كويسه جدا. اصلا ريال مدريد من اقوى اسلحته فكره التسديد من بعيد، فاوعى يا ليفربول. ما ينفعش يا فان دايك تحلق بكل حال من الاحوال، وما ينفعش جرافنبرج وماك اليستر يسيبوا خرم في نص الملعب. فانت بتلعب دفاع متاخر قافل نص ملعبك كويس، قادر تطلع بمرتدات منتظمه بشكل كويس، وانا شايف ان لعيبه ليفربول تقدر تعمل ده. في رايي تكسب ريال مدريد وتطلع بنتيجه كويسه جدا. وخلي بالك دفاعك المتاخر ده لو نجح لعيبه ريال مدريد ذهنيا هتبتدي تتراجع، ودي بقى شطاره المفروض ارن سلوت انه يقسم الماتش لرباع كده. يعني لما يلاقي ريال مدريد ضغطنا بتاع ربع او ثلث ساعه فيبتدي يعمل حاجه اسمها استحواذ يزهق لعيبه الخصم ويرهقهم نفسيا. هل احنا كليفربول شطار في ده؟ الاجابه لا، برشلونه افضل بكتير في حاجه زي كده. وده اللي لازم ارن سلوت يشتغل عليه، انه بس ما يكتفيش بفكره المرتدات، انه يعرف انه عشان يلعب دفاع متاخر لازم يطلع بالكره بشكل كويس، سواء ببساطه قصيره او ببساطه طويله. وهنعتمد على صلاح اعتماد كلي في فكره المرتدات، واتمنى يكون في مستواه، لان 70 او 80% من نجاح خطه المرتدات قايمه على مستوى صلاح. بالمناسبه صلاح بيلعب عليه كاريراس اللي فورمه عاليه قوي ولعيب صغير لسه، فمحتاج مسانده هجوميه من تسوبوسلاي اللي بعتبره السنه دي هو النجم الاول لليفربول. هتقول لي يا عم انت بتلعب بدفاع متاخر، تسوبوسلاي هيقعد يدافع ولا هاجم ولا هيعمل ايه؟ هقول لك يا عم مالكش دعوه، تسوبوسلاي ده راجل بسبع رئات وهو الوحيد اللي عنده معدلات جري فارقه عن الباقي. فصلاح في مستواه، تسوبوسلاي في مستواه، جاكبو العشوائي حتى لا في مستواه، والتفصيله الصغيره ايكيتيكي اللي انا هراهن عليه الماتش ده واللي هعتبره هو الورقه الرابحه بالنسبه لي في فكره الفينشنج وتصيد الاخطاء. لو العوامل دي كلها اتحققت فانا عملت جيم هجومي عالمي. دفاعيا بقى برادلي وروبرتسون، واظن ان روبرتسون هو اللي هيبدا مش كيركز. يعني كيركز ممكن في ماتش زي ده يطرد ويعمل لنا مصيبه عادي. برادلي انت هيلعب عليك فينيسيوس جونيور، ودي حاجه صعبه فشخ. فانا في رايي ما ينفعش برادلي يلعب مع فينيسيوس جونيور واحد على واحد، لازم جرافنبرج يميل شويه ناحيه برادلي. فينيسيوس دايما بيفوق في ماتشاتنا ودايما بيسجل فينا، ولازم نشوف حل للقصه دي. هتقول لي يا عم ماشي، جرافنبرج لما يميل شويه ناحيه برادلي العمق هيفضل. اقول لك صح، ودي وظيفه بقى ماك اليستر، سوبوسلاي، وجاكبو. الالتزام الدفاعي في ماتش زي ده من اللعيبه دي يديك 80% افضليه على ريال مدريد. خلاص الكلام ده كله 11 لعيب ملتزمين دفاعيا وعارفين يطلعوا مرتدات بشكل كويس، هكسب ريال مدريد. لو ما التزمتش دفاعيا 100% وما عرفتش تطلع بمرتدات منظمه، للاسف يا صديقي ريال مدريد هيبلعك في الانف. اختم بقى بحاجه صغيره بالنسبه لريال مدريد، جود بيلينجهام تحركاته خطيره فشخ، التحركات اللي بيعملها من ورا مبابي تقلق اي فرقه، فلازم ارن سلوت يبقى واخد باله من النقطه دي كويس، ويبقى فان دايك وكوناتي ذهنيا عاملين حسابهم ان بيلينجهام بيكمل عادي من ورا مبابي. وزي ما قلت قبل كده حته التسديد من بعيد دي ما ينفعش ريال مدريد يشمها نهائي. كل التوفيق لليفربول، وان شاء الله ريال مدريد يخسر في انفيلد ولو اني قلقان، ولكن المفروض ارن سلوت يبقى عنده دم ويبقى عارف ان ماتش ريال مدريد وماتش السيتي هيهزوا الكرسي بتاعه. فيا رب يفوق ويشغل لنا كده الجمجمه القرعه دي اللي عنده على الفاضي. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله بعد الماتش، وقبل ما تقفل بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.